ماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده كان باين من اوله. اول ما نزلت التشكيله ولقيت محمد صبحي هو حارس مرمى الزمالك وقلت بس بدايه كده شكلها مش موفقه بالنسبه للجمهور. لما تبدا بصبحي كحارس مرمى في التشكيله قلت بس هو شكله الماتش ده يا هنتعادلوا فيه يا هنتغلبوا فيه، يا الزمالك هيتغلب يا هيتعادل. حضرتنا محمد صبحي عايز ايه بعد كده؟ يعني هو محمد صبحي افضل من محمد عواد؟ في بداية التشكيلة كانت واضحة ان هو شكله ملوش ملامح. وبعد كده بدأنا ماتش الاسماعيلي شوية ولقيت المدرب يطلع مين؟ محمد شحاتة. طلع محمد شحاتة في الشوط الاول واحد من افضل لعيبة نص الملعب. طب طلع دونجا، طلع اوباما، طلع شحاتة. يعني انت كده بتكسره فنيا ونفسيا وكل حاجه، وعايزه بعد كده يدي ازاي؟ خطأ كبير من المدير الفني من وجهة نظري. برضو في الماتش لقيت ان في زحمه جامده جدا في نص الملعب، وكوره متاهه، لا في تنظيم ولا في تخطيط ولا اي حاجه. هنقول ان جوميز ده اول ماتش ليه فهنعديها له، لكن ارضيه الملعب دي مين المسؤول عن اتحاد الكوره؟ مين اللي يوافق ان ملعب زي ده يتلعب عليه ماتشات في الدوري؟ المفروض اللي عمل حاجه زي كده يتحاكم. ده ملعب ما حصلش، مش ممكن. اتفرجوا على الملاعب اللي في افريقيا، اللي في الخليج، اللي في اوروبا. مش هقول لك يعني، بص على افريقيا الدنيا بتتطور، ومفروض ان اتحاد الكوره يطور الملاعب عشان كده انت هتسبب في اصابات اللاعبين. تاني حاجه الماتش ما كانش فيه منظر النهارده بسبب الملعب. النهارده الماتش واحد من نجوم الاسماعيلي الجزيري يقول لي الجزيري ده بيلعب في الزمالك. لا، انت ما خدتش بالك والنهارده كان بيلعب مع الاسماعيلي. كل الهجمات الخطيره اللي كانت على الاسماعيلي ببراعه الجزيري شالها من قدام مرمى الاسماعيلي، انفراد بمرمى الاسماعيلي يطلعه بره كانه مدافع اسماعيلي وبيلعب مع الاسماعيلي مش بيلعب مع الزمالك. صراحه النهارده يعني الجزيري عمل مجهود جامد جدا. المفروض النادي الاسماعيلي يصرف له بدل اجاده في الدفاع، شال هجمات خطيره جدا لنادي الزمالك. جزيري انا شايف ان هو مفسد هجمات الزمالك وما يستحقش انه يلعب في نادي الزمالك، وبقى لنا سنين بننادي بكده. هتسيبه كانك سايب مدافع للخصم، خل براحتك. طول ما الجزيري موجود مفيش تقدم للزمالك في الهجوم. من افضل اللقطات المضيئه النهارده ناصر ماهر، راجل نزل فتره بسيطه بس كان ليه كام كوره بتقول انا عايز اعمل حاجه مع الزمالك. يا ريت ناصر ماهر ياخد فرصه في اللعب اطول، وبلاش نحطه احتياطي، ما يقعدش دكه لحد. ناصر ماهر ما يقعدش دكه لحد. عبد الله السعيد عمل اللي عليه وزياده النهارده، كتر خير. مش كمال عمل اللي عليه. زيزو مهزوز جدا وعنده افضل من كده بكتير. يا ريت زيزو يرجع تاني زيزو اللي احنا نعرفه، نديله فرصه انفراد ويضيعها بالطريقه دي في اول الماتش. هو يمكن الكره دي سبب بوظان ماتش الاسماعيلي. زيزو لعيب كبير ومستنيين منه افضل من كده بكتير. المسلوسي بصراحه عمل اللي عليه. حسام عبد المجيد عمل اللي عليه النهارده. في كوره كانت انا من وجهه نظري شايفها ان هي ضربه جزاء للاسماعيلي. هتقول لي اصل كان فيها، هي كانت ضربه جزاء الاسماعيلي اللي كان مغلوب من طوب الارض النهارده عمل ماتش عالمي اللي مع الزمالك. وبرضه لولا التوفيق ما كانش صالح الزمالك، كان الزمالك كان ممكن يفوز النهارده. لكن عامه اول ماتش الجوميز في اخطاء حصلت، في لعيبه محترمه موجوده في الزمالك حاليا. محتاجين كلنا نتكاتف ونقف مع اللعيبه ومع المدير الفني، بس عايزين نصلح الاخطاء. واللعيبه اللي هي مش
بتأدي في الملعب نجنبها، ونبدأ بعد كده في الماتشات الجاية بدايات مظبوطة عشان الزمالك يعود الانتصارات. احنا تعادل ورا تعادل مش معقول، 3 فوز و3 تعادل و3 هزايم من أول الدوري. طب احنا ترتيبنا وحش، هنصعدوا امتى؟ بالتوفيق للزمالك وإن شاء الله خير جاي إن شاء الله.